السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل اخواتي معايا وحشتوني كتير كتير. يا رب تكونوا بخير وسلام. ان شاء الله هاخدكم معايا في جولة سريعة في حي الحسين. كان نفسي اصور لكم المسجد والمقام من جوه، بس حقيقي معرفتش لان الدنيا كانت زحمة جدا. بس الجولة ان شاء الله تعجبكم، واوعدكم بامر الله في زيارات تانية للحسين اصور لكم التفاصيل ان شاء الله، وهتعجبكم كتير. مسجد الامام الحسين بن علي في القاهرة القديمة، طبعا في مصر، في الحي اللي بيسمى حي الحسين. جنب المسجد كمان في خان الخليلي والجامع الازهر. بني المسجد في عهد الفاطميين سنة 549 هجريا وسنة 1154 ميلاديا. المسجد بيضم 3 أبواب مبنية بالرخام الأبيض بتطل على خان الخليلي، وباب تاني بجوار القبة ويعرف بالباب الأخضر. ليه اتسمى المسجد بهذا الاسم؟ استنادا لروايات المؤرخين المصريين بوجود رأس الحسين مدفونا به. طبعا في مدينة عسقلان بفلسطين وفي بداية الحروب الصليبية خاف حاكم مصر الخليفة الفاطمي على الرأس الشريف من الأذى، فطلب قدوم الرأس إلى مصر ودفنها في مكانها الحالي، وأقيم المسجد عليه. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد شباب أهل الجنة، هو والحسن رضي الله عنهم وأرضاهم. شايفين المسجد بقى فيه سور حديد كده حوالين المسجد. السور ده بقى فيه بوابات، البوابات مترقمة. لو حابب تروح تصلي الجمعة في مسجد الإمام الحسين، ياريت تروح قبل ميعاد الصلاة بوقت كتير كافي عشان تعرف تدخل جوه المسجد وتصلي جوه في المسجد، لأنه في ميعاد الصلاة وعند امتلاء المسجد من جوه بيتقفل البوابات الحديد دي زي ما احنا شايفينها كده. الناس بتدخل وتقفل بالأقفال والجنازير، وطبعا بتضطر تصلي في الشارع. ده بقى بعد ما خرجت من المسجد في البيوت القديمة. حبيت اتمشى كده في الشوارع، وشايفين البيوت القديمة، اي بيوت اجدادنا، والاسقف اللي كان فيها عروش خشب فاكرينها. وطبعا فطرت هناك من عند ام ايمن، اللي من الحسين او بيروح الحسين عارف ام ايمن بتاعه السندوتشات، بتعمل سندوتشات تحفة. خرجت من عند ام ايمن لقيت مقام السيدة فاطمة أم الغلام والسيدة فاطمة بنت الإمام الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. شايفين الجمال. طبعا قريت الفاتحة في المقام، وأخدت جولة كمان سريعة في الحسين. عايزة أقول لكم إن الشوارع بجد كانت زحمة جدا. الصلاة انت مش عارف تصلي، مش لاقي مكان تصلي فيه، لأن طبعا المسجد اتقفل وبره خلاص بقى يعني الرصيف حتى مش لاقي مكان تصلي على الرصيف. طبعا السياح بقى مكان سياحي جميل. الساحة بتاعته بقت رخام رائع، جماله سبحان الله جميل جدا. خرجت بقى كده من عند ام ايمن وانا ماشية لقيت الجمال واللوحة الفنية اللي احنا شايفينها دلوقتي. طبعا لازم اقف ولازم اصور الجمال والإبداع والدقة في الأداء والتصميم. شايفين الجمال، شغل النحاس ما أروعه وما أجمله، وقد إيه شغل عالي جدا في الذوق، سواء أبريق، سواء أحصنة زي ما احنا، سواء غزال زي ما احنا شايفين كده، جمل. لا حاجة روعة جدا جدا. اتبسطت قوي، ما كنتش عايزه امشي بصراحه من قدام الجمال اللي انا كنت واقفه منبهره بالابداع. طبعا رحت للراجل الجميل الطيب ده واستأذنته ان انا اصور ايديه وهو شغال. شايفين الدقه، هو ماسك شغله كله بآلتين، حاجه شبه اسمه ايه، المفك، ومعاه الشاكوش. يبتدي ينقش ويرسم كده ويمشي على الرسومات ويبرزها بالآلتين دول. قد ايه مبدع.
انا كنت نازلة الحسين عشان اشتري مصحف قيام ليل وحامل ليه. فطبعا دخلت المكان الجميل اللي بيبيع الحاجات الحلوة دي. طبعا ما اجمل بقى الطواقي والسبح الاشكال والالوان والسجاد الجلد. سبحان الله. شغل حلو قوي وحي جميل، والناس اللي فيه جمال وطيبين قوي. حي شعبي كده، حلو تحسي فيه بجمال الأحياء الشعبية. طبعا دي الحوامل المصاحف. ده حامل حديد خامته ممتازة جدا وتقيل جدا، ويتحمل ان انت تحط عليه مصحف شريف حجمه كبير، و سعره 85 جنيه، يعني في متناول الإيد. أسعار بقى الحوامل الخشب بتتراوح ما بين 200 وانت طالع ل 400 ل 300 و 500 كمان. والمصاحف طبعا يعني أسعارها برضو في المتناول. دي بعد ما خلصت طبعا الجولة جوه، خرجت بقى على الشارع من بره. طبعا شايفة الجامع الأزهر، وشايفة خان الخليلي والشارع الجميل ده. فبصراحة الجولة سريعة، بس حبيت ان انا اعرفكم سريعا على المكان، واحكي شوية معاكم في التفاصيل اللي مش كتير ان شاء الله. وزي ما وعدتكم في بداية الفيديو ان انا اخدكم جولة مفصلة ان شاء الله في سيدنا الحسين. ان شاء الله تتبسطوا منها. طبعا بقى بعد ما خرجت من الشارع، شايفين الجمال، شايفين الراجل اللي واقف ده على العربية بتاعته النبق والدوم، واللي هي الكوز اللي بيبقى اللي فيه عسل ده، مش فاكرة اسمه ايه، اللي بيبقى معمول من العسل الاسود. طعمه حلو قوي. في كمان النبق السعودي غير النبق المصري. طبعا عارفين ان نبات النبق ده من شجر السدر، ودي شجرة من اشجار الجنة. طبعا بحب جدا زي ما قلت لكم تفاصيل العماير والبيوت القديمة. ان شاء الله القاكم في فيديو جديد، وفي وصفة جديدة ومعلومة جديدة وفسحة جديدة مع هرتومة. استنوني، وحشتوني جدا جدا، والسلام عليكم.